احلى حاجة للمطر والشتاء والبرد اللي احنا فيه ده، حلة محشي حلوة كده، محشي كرنب او ملفوف ومعاه بطة، وتتعمل بطريقة كويسة قوي، وعاملاها لكم بالخلطة الجبارة الجميلة قوي اللي هتخلي ريحتها جميلة قوي. لايك وشير للفيديو، وتعالوا ندخل على الفيديو على طول ونشوفه. انا جبت حلة، حطيتها على البوتاجاز وحطيت نصها مية كده، وحطيت فيها ليمونة ومعلقة خل، وضفت معلقة كمون وشوية ملح، وبنحط الحلة دي على النار كده على البوتاجاز عشان المية بتاعتنا تغلي. بنسيب المية بتاعتنا على ما تبدأ تغلي كده، ويا دوب بتبدأ تغلي، وبنجيب الكرنبة بتاعتنا. الكرنبة طبعا احنا مطلعين منها الراس بتاعتها. الكرنبة زي ما هي كده، انت بتجيبي حلة كبيرة والكرنبة زي ما هي كده، بدل ما تقطعي وتعملي، لا هي دي الطريقة دي اللي بقولك عليها، دي اسهل واحسن. يا دوب المية بتبدأ تغلي، بنجيب الكرنبة بنحطها بالجنب التاني اللي انا حطيتها بيه ده، بالجنب اللي انا شايله منه الراس يعني، وبنضغط عليها ضغطه بسيطه كده في الميه شويه هتهبط. هي طبعا ماليه الحله، هي كرنبه كبيره. 5 دقايق بالظبط ونبص نلاقي الكرنب بتاعنا اتسلق. الكرنب او الملفوف، اخواتنا في العرب بيسموه الملفوف. بصي كده بدأت خلاص الكرنبه بتاعتي اهي اتسلقت، شايفين زي ما بطلع منها الورق كده. بتبدأي تضغطي عليها كده بمعلقة ولا حاجة عشان القلب لو في حاجة فيه ما اتسلقتش. خلاص كده تمام، 5 دقايق بالظبط. حاجة واسعة عندنا وبتجمدي كده بقى، بتبقى تقيلة في اللحظة دي بتطلعيها. بنطلعها من المية بتاعتها، نحطها على حاجة كده تبرد، وبنقطع الكرنب بتاعنا، وبنروح نعمل التسبيكة بتاعت المحشي بتاعنا. أنا مقطعة بصلتين كبار وبحطهم على النار، وبحط معلقتين سمنة فلاحي، معلقتين كبار سمنة فلاحي. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش يعني ايه سمنة فلاحي، الناس اللي في الخارج، السمنة الفلاحي دي السمنة الحيواني اللي هي غير مهدرجة. دي سمنة، وبنضيف عليها 3-4 معالق زيت كبار. السمنة الفلاحي بتدي للمحشي طعم جميل قوي. في ناس بتحب تحط ليا، لو عندك ليا وحابة تضيفيها ضيفيها. وبنشوح البصلة بتاعتنا تشويحة كويسة قوي كده، ما بتديهاش لون يعني. انا عايزة البصلة بتاعتي بدأت على السوا من غير ما تاخد لون، ما تحمريهاش، ما تديهاش لون. وبجيب انا هرسة راس توم كبيرة كده في الهون بتاعي، باخد منها معلقة كبيرة، بضيفها على البصلة. احسن حاجة في الشتاء يا جماعة، المصريين كلهم متهيألي ما فيش بيت في مصر يعني بيخلى منه المحشي. لازم يعملوا محشي الدنيا تمطر من هنا او تشتي يبقى يا عدس يا محشي. واعتقد برضو العرب نفس القصة. المحشي بيبقى أكلة بتدفي جدا، بتدي طاقة في البرد اللي احنا فيه ده. انا هنا ضربة 2 كيلو طماطم في الخلاط، او هرسة 2 كيلو طماطم في الخلاط. انا هعمل 2 كيلو رز، يبقى الكيلو الرز عليه كيلو طماطم بالظبط، عشان يطلع معاكي المحشي حلو، لان المحشي بيحب الطماطم. مادام في محشي يبقى الطماطم تبقى كتيرة، عشان كمان يبقى لونه حلو في الاخر معاكي. يبقى لو هتعملي نص الكمية، لو هتعملي كيلو رز تحطي كيلو ايه، كيلو طماطم. انا بديكي يعني بدائل على حسب الكمية اللي هتعمليها. انا هعمل 2 كيلو رز، حطيت 2 كيلو طماطم، وطبعا لسه هضيف لهم حاجات عشان اعزز اللون. معلقتين كبار من معجون الطماطم او الصلصة زي ما بنسميها احنا في مصر صلصة. ده عشان خاطر اللون بتاع المحشي يكون جميل معانا واحمر وحلو. زي ما قلت لكم المحشي بيحب الايه، بيحب الطماطم. كل ما كترتي في الطماطم كل ما كان احسن. هنا ضفت معلقة من السكر عشان اظبط الطعم. وهضيف كمان
شويه ملح، يعني حوالي معلقه برضو، عشان التسبيكه بتاعتنا ايه تاخد اللون بتاعها بسرعه. هنا ضفت شويه بابريكا، معلقه كبيره بابريكا. البابريكا بتعزز اللون وبتدي لون جميل قوي، ده غير اللي بتعمل نكهه عاليه جدا في التسبيكه وتخلي طعمها جميل. وهتشوفي دلوقتي اللون بتاع التسبيكه معايا بقى شكله ايه في الاخر. هقولك على كذا تكه كده وكذا سر للمحشي يخليه معاكي جميل وحلو وانتي بتعمليه. البابريكا مع التسبيكه بتدي لها لون جميل قوي. دي حته، بصي اللون بقى، بصي اللون لما سبتها شويه بقى اتسبكت، سبتها شويه اتسبكت، شوفي عطت لون شكله ايه. شايفه لون التسبيكه ده اللي انا عايزاه. على فكره التسبيكه دي ممكن المرأة العاملة تخزنها تفرزها. يعني انا حطيت هنا، ضفت معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، البهارات بتاعتنا بقى، معلقه كبيره فلفل اسود، ومعايا طبعا بهارات محشي. بهارات المحشي دي بتيجي من عند العطار، بتقولي عايزه بهارات محشي، هو بيديها لك، بتبقى جاهزه من عنده، بتخلي المحشي جميل قوي، بتخلي ريحته فظيعه يعني. وبنقلب بقى كله في بعضه. شايفين التسبيكه شكلها ايه؟ زي ما قلت بالنسبه للمرأة العامله ممكن تعمل التسبيكه دي عشان بتاخد وقت شويه بكميه كويسه مثلا، وبعد كده بتفرزيها وتبقى جاهزه، تطلعي منها وتعملي، وتسلقي الكرنب معاها وتطلعي منها وتعملي منين ما تبقي مستعجله يعني. انا ضفت هنا كمان 3 4 قرون فلفل الوان، وضفت معاهم قرنين فلفل حاميين. الفلفل الحامي بيبقى حلو قوي مع المحشي. وهنا نص كيلو جزر انا بشراه بالمبشره. ضفنا شويه حاجات حلوه قوي عشان تقوي معانا الطعم وتضيف قيمه غذائيه كمان. كده التسبيكه بقت يعني فظيعه. بنسيبها برضو تاخد غلوتين كده عشان الجزر يستوي فيها شويه. وبناخد بقى، انا هنا بحط على المحشي بتاعي، على التسبيكه بتاعتي، لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه بتاعتي ايه الموجود عندك ضيفيه. يعني لو انت مش حابه تضيفي اللحمه المفرومه ما تضيفيهاش، بس انا بضيفها زياده، بتدي طعم رهيب للمحشي، بتدي طعم خرافه يعني بصراحه. يعني لو حابه، لو انت مستكتره نص كيلو ممكن تحطي معلقتين، ممكن تحطي 3 الموجود عندك. يعني لو معلقتين لحمه مفرومه صدقيني هيدوا الطعم. وبنسيبها لغايه ما تاخد معانا يعني غلوتين 3 كده. شايفين التسبيكه بتاعتنا بقى شكلها ايه؟ التسبيكه بقت تحفه بتاعتنا وجاهزه كده خلاص. بنجيب الرز بتاعنا. انا معايا 2 كيلو رز مصري مجهزاهم. ببدأ وهي على النار زي ما هي كده اضيف الرز بتاعي، والرز ببدأ اقلبه مع التسبيكه واشربه التسبيكه كويس كويس جدا على النار كده، عشان يتشمع كويس قوي مع التسبيكه ويتشرب منها شويه. التكه دي خدي بالك منها لما بتضيفي الرز والتسبيكه على النار وتشوحيه بيها، تديله تشويحه بيها كده، بيبقى مفرفر في الصباع وبيبقى احمر وجميل. ده سر برضو من ضمن اسرار المحشي الجميل. يعني اللحمه المفرومه دي حته، وانك تشوحي الرز مع التسبيكه على النار دي برضو تكه تانية. خدي بالك من الحاجات دي، حاجات بسيطه بس بتفرق في الاكل. الرز بتاعي خلاص كده خد تشويحه كويسه. بحاول اقلبه كده واجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. انا عامله كميه بسم الله ما شاء الله يعني معقوله. بعد كده بضيف بقى ايه الخضره بتاعتي. انا الخضره بتاعتي جايبه ربطتين كزبره خضراء، على ربطه بقدونس، على 4 ربط شبت. يعني من كل حاجه حزمتين كده يعني تقريبا، او بس مزوده في الشبت قوي لان الشبت المحشي بيحب الشبت. وعامله واللي ضفته في الاخر ده حزمه نعناع اخضر. النعناع الاخضر والشبت يعني بجد بيخلي المحشي له يعني مذاق عالي جدا جدا. ده غير ريحته بقى اللي بتبقى طالعه قلب الدنيا ومفحفحه كده وقلب البيت كله. خدي بالك من التكات دي.
يعني المحشي ابوه الشبت والنعناع الاخضر بصراحه يعني. هنا قطعت المحشي بتاعي بقى، قطعت الورق بتاع الكرنب بتاعي او الملفوف. هقطع واحده قدامك بوريكي الطريقه، بس سايبه واحده كده اعملها قدامكم. شايفه شلت العرق اللي في النص التخين ده، وبعدين لميتها كده في ايدي وقطعت. وبقطع الحته المتبقيه دي على 3 أو 4 على حسب الصباع اللي هعمله. وبعدين بناخد الحله بتاعتنا بقى، بجيب حله كبيره كده واسعه عندي، وبجيب بقى اللي هي العرق بتاع او الصاج بتاع ورق الكرنب، اللي هي الحته التخينه اللي بتبقى في الورقه من فوق دي. بطلعها كده، طبعا انا مطلعاها وانا بقطعه. باخدها بقى مش برميها، لا باخدها، باخد في قعر الحله بتاعتي كده، وبعمل بيها ايه طبقه تحت المحشي، عشان الطبقه دي ما تخليش المحشي يلسع مني. يعني الطبقه دي لها فوائد، انها ممكن ما تخليش المحشي يلسع مني، ما تخلوش يلزق في قعر الحله. آه، تيجي تقلبيه من الحله بيتقلب معاكي بسرعه. كده عملنا طبقه في القعر بتاع الحله من تحت. وبنجيب بقى ايه، جبت شويه بقى من الايه، من الخلطه بتاعتي الجميله دي. شايفين الخلطه شكلها ايه؟ بنمسك بقى، بنفرد الورقه على ايدينا كده وبنتنيها، بنحط منها الرز في النص، بنحط الرز في نص الصباع وبنتنيها، وبنلف على ايدينا. شوفوا انا عملت الصباع ازاي، شايفين الحركه اللي انا عملتها دي او التكه اللي انا عملتها دي؟ واحده كمان اهي، بصي في النص، بتتني من هنا من هنا، وبتلفي على صباعك على ايدك كده، كف ايدك، وبعدين بنروح ضاغطين عليه ضغطه خفيفه، ما تعصرهوش، ما تطلعيش منه الخلطه. بصي اهو، شفت انا برجعه على ايدي ازاي؟ ولا بيتفك ولا بيجرى له اي حاجه خالص. التكه دي جميله جدا، كانت عمتي واخت ابويا هي اللي معلمهاني. ودي ورقه صغيره جبتها هي من غير ما اتني الورقه ولا حاجه. شايفه بس تخلي الرز في النص ايه، بصي اهو اهو، بمرجحه على ايدي، ما ولا يتفك ولا اي حاجه. الطريقه دي بقى حبيبتي، او التكه دي، بتخلي اصابع المحشي بتاعتك ما تفكش منك ابدا. بنروح بقى نعمل البطه بتاعتنا، حله كبيره بقى كده عشان البطه تكون مستريحه فيها، ما تكونش حته لفوق وحته لتحت زي ما بعض الناس بتعملها كده. لا، اعملي حاجتك في حاجه واسعه. يعني دايما عودي نفسك تعملي اكلك في حاجه واسعه، احسن لك، بيريح حتى في التعامل، يعني بيريح. انا هنا مقطعه بصله، وكنت سايبه معلقه توم من اللي عملت بيها المحشي، اخدتها برضو تشويحه خفيفه كده مع معلقتين زيت. وهنا البطه بتاعتي طبعا انا كنت غسلاها ونقعاها بملح وخل وليمون، ومتخلصه من القطعه الخلفيه دي خالص، ما حدش بياكلها، فانا برميها عشان بتبقى زفره. حطيت معلقه كبيره فلفل اسود، ورشيت عليها رشه ملح كويسه قوي عشان اشوحها بيها 3 4 ورقات لور. شايفين الطريقه دي بتخلي البط معانا حلو قوي قوي بجد يعني. وثلاث اربع حبات حبهان، انا بضيفه سليم زي ما هو لان دي شوربه او مرقه. وبشوح بقى ايه البطه بتاعتي كده من فوق لتحت، بحاول اشربها بالفلفل والملح والخلطه اللي انا ضفتها ديت. الخلطه دي بتخلي البط جميل قوي. التشويحه دي برضو بتخلي طعمه لذيذ. بضيف له برضو معلقه كمون، الكمون بيبقى مدي طعم جميل قوي ونكهه عاليه. بنشوح بقى من فوق لتحت كده، وبنقلبها تقليبه كويسه. طريقه سهله جدا. انا هنا مش حاشيه البط ولا حاجه، انا البطه هي جايه لي الفتحه اللي فيها دي على فكره، هي جايه لي من المحل كده، المحلات بتفتحها بالطريقه دي عندنا. وانا مش مكتفه لاني انا متخلصه من المنطقه الخلفيه خالص بتاعتها. الجزء الخلفي ده برميه، ما بيتاكلش وبيبقى زفر، فعشان كده بتخلص منه خالص. فانا مش مكتفه البطه ولا يعني سايباها كده، لان والفتحه اللي فيها دي معموله من المحل مش مني، لان بتجيلي متنضفه جاهزه. انا بس بعيد عليها غسيل ونقع بالخل والميه والليمون وملح عشان الزفاره، وعشان انا يعني تبقى نظيفه. بسيبها كده تتشوح شويه، وضربه 3 4 طماطمات كده في الخلاط، وبغطي عليها وبسيبها تاخد غلوتين 3 كده، حوالي 5 دقايق بالظبط او ربع ساعه، يعني اقل من ربع ساعه. خلاص كده اهي اتشوحت التشويحه التمام كده، كده تمام. ببدأ أضيف لها بقى الإيه، المية بتاعتها. مش لازم أبدا تضيفي مية مغلية،
انا بجيب ميه عادي من الفلتر واضيفها. دي مش لحمه، دي بط عادي. اللحمه هي اللي لازم تضيف لها ميه مغليه. بنغطيها بقى بالميه وبنظبط الملح بتاعنا وكده. خلاص الشوربه بتاعتنا بقت جميله قوي وطعمها جميل والبطه بتاعتنا متغطيه، وبنغطيها وبنسيبها لغايه ما تستوي. وبنروح بقى ايه، نعمل المحشي بتاعنا. المحشي بتاعنا خلصناه لف وجبناه كده، وتحطي طبق في النص وبتغطيه، وبعدين بتحطي عليه شوربه، وبعدين بنغطيه. بنجيب طبق كده بنحطه على المحشي بتاعنا من فوق، وبتحط الشوربه، بتضيفي الشوربه ما تضيفيهاش على الاصابع مباشره بتاعت المحشي عشان ما تفكش منك. لازم تحطي طبق كده، طبق الحاجز ده ما بيخليش الاصابع تفك منك. وبنحط الشوربه بتاعتنا اللي احنا واخدناها من البط، يستحسن تكون شوربه مش ميه، وما بتغطيش الهزه بسيطه دي عشان ننزل الشوربه لتحت، وما بتغطيش شايفه الصباع يكون مكشوف كده. التكه دي مهمه. وبنضيف برضو 3 4 معالق زيت فوق كده. التكه دي ما بتخليهوش يلزق في بعضه في السوا، بتخليه مفرفر وجميل. بنروح بقى بنحطه على النار طبعا وبنسيبه يستوي. بنروح على البطه بتاعتنا عشان ندخلها الفرن نحمرها. بجيب معلقتين سمنه بلدي كده انا مسيحاهم، واضيف عليهم معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح، وبقلب كله في بعضه. وببدأ أدهن البطة بتاعتي بالمزيج اللي أنا عملته ده. وبسخن الفرن بتاعي، بدهنها كويس من فوق لتحت، وبسخن الفرن بتاعي وبدخلها فيه. ما بتولعيش الشواية في الطريقة اللي بقولك عليها دي، مش بتولعي بيها الشواية، لا الفرن العادي. هي بتاخد لون جميل قوي معاكي، نص ساعة بالظبط بتاخد لون جميل معاكي. لو مستعجلة شغلي الشواية، لو انت مستعجله ما عندكيش وقت شغلي الشوايه. بس الطريقه اللي بقولك عليها دي بتخليها تتحمر كلها من فوق ومن تحت، وبتخلي طعمها وشكلها بتديها اللون المحمر الجميل بتاع البط ده. وهنا المحشي بتاعي بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا بركه الله، بركه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بصي من الحله ليكي مباشره، الدخان والبخار طالع على وشنا اهو. بصي من على البوتاجاز على طول، لا رصيت ولا زوقت ولا زينت ولا اي حاجه. انا بوريكي الحاجه على طبيعتها. شايفه الاصابع بتاعتي، الاصابع زي ما هي اهي، بصي سليمه ونزلت معايا على طول ازاي. شايفه الصباع بصباعه ازاي. الطريقه اللي قلت لك عليها اعملي المحشي بالطريقه دي هتدعي لي، والخلطه بالطريقه دي اعمليها هتدعي لي. وادي البطه بتاعتنا، شايفين اللون بتاعها شكله ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاجه تحفه. الطريقه دي جميله قوي وطريقه مميزه. وشايفه الاصابع بتاعت المحشي، شوفي بعمل بيه بحركه بالمعلقه ازاي، ولا صباع فك ولا حبايه رز بره الصباع. دي بقى شطاره ست البيت المصريه لما تعمل المحشي، ما يبقاش الرز طالع بره المحشي كده ومعجون في الحله وشكله مش حلو. لا بصي الصباع بصباعه اهو، ولا حبايه رز بره. واديكي شايفه زي انا ما بوريكي اهو قدام عينيكي عمليا من الحله مباشره اليكم من على البوتاجاز على طول على قدامكم اهو. لا زينت ولا رصيت ولا عملت حاجه. بصوا بقى يعني بندي شكل كده في الاخر. طالع تحفه يستاهل بقكم. اعمليه ودفي ولادك في البرد والشتاء. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ربنا يعودها عليكم بكل خير وصحه وسعاده. يلا لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. وشرفوني ونوروني، اهلا وسهلا بيكم. عامله لكم الاكله الشعبيه المصريه. شوفوا بصي بوريكم الرز مفرفر ازاي جوه الصباع، مفيش حبايه فيه معجونه او بيضه. شايفين والبط طالع معايا تحفه، واحسن حاجه تاكلوها في الشتاء. وكل فيديو وانتم طيبين، والسلام عليكم.